القاضي يعترف لبطمة وسيمونة يتلقى تهديدات خطيرة. إخواني أخواتي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وألف خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. إخوان والأخوات، لا داخل أرض الوطن ولا خارج أرض الوطن، فضلا منكم وليس أمرا، قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الحلقة ديال اليوم، ما تنسوناش بلي لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بما هو جديد إن شاء الله الرحمن الرحيم، والتعاليق ديالكم في أسفل الفيديو بخصوص الحلقة ديال اليوم. إخوان والأخوات، كما كتعرفوا القضية ديال الحمزاوية واللي صبحت قضية رأي عام، واللي الآن فيها كما كنقولوا انفجار معطيات بالجملة. واليوم اللي غتسمعوا إخواني الأعزاء غادي يصدمكم في خصوص هاد القضية ديال الحمزاوية حسب ما توصلنا به. إخواني أخواتي الأعزاء، كما كتعرفوا جميعا في الماضي أو في الأشهر الماضية كان تم اعتقال أحد القضاة حسب ما توصلنا به، متورط في قضية حساب المشؤوم حمزة مونبيبي، واللي كان كيقوم بالتلاعب في عديد من الأدلة وبزاف ديال الأشياء في خصوص هذا الملف. هنا إخواني الأعزاء كان تم اعتقال ديال العديد من الأشخاص حسب ما توصلنا بهم، واليوم يعترف أحد القضاة حسب ما توصلنا به إخواني الأعزاء بعديد من الأمور اللي كان كيقوم بها مع الحمزاوية، واللي كان كيحمي فيها الحمزاوية، ولهذا السبب علاش تم استدعاء الحمزاوية من جديد في خصوص هذه القضية. هنا إخواني الأعزاء كان الجميع كيتساءل على هاد الأشخاص هادو اللي كنا بارطاجينا في هاد الفيديوهات في السابق بخصوص الاعتقال ديال هاد المسؤولين اللي تم الاكتشاف ديالهم من طرف السلطات، رغم المجهودات اللي كتقوم بها في خصوص هاد القضية ولا غير هاد القضية. اللي كنوصلوا تحية من هاد الفيديو، اللي كنطالب من المشاهدين والمتابعين ديالنا هو انكم تبارطاجيو معنا هاد الفيديو وتخلونا اللايكات ديالكم إخواني أعزاء، لأن بحال هاد الفيديوهات كيتسينالاو وما كيوصلش الخبر للجميع. هادشي علاش كنتمنى من الجميع انكم تبارطاجيو هاد الفيديو وتشتركوا في القناة باش دائما تكونوا معنا على تواصل. هنا إخواني أخواتي الأعزاء، بعد ما تم استدعاء المغنية من جديد في خصوص هذا الحساب المشؤوم أو في خصوص هذه الاعترافات اللي اعترف بها هاد أحد القضاة اللي كان تم الاعتقال ديالو في الماضي، واللي خلى الحمزاوية أو حمزاوي يعيشوا الرعب مجددا بعد ما خرج لهم سيمونة من الجنب. هنا إخواني الأعزاء غادي ندخلوا في بعض التفاصيل اللي غادي نطرقها معكم في الحلقة ديال اليوم، وغادي نتابعوا هذا الاستدعاء اللي حنا كمنشئين محتوى كنحاولوا ما أمكن أننا نقول لكم الخبر كما هو، ماشي باش أننا نجيبوا معلومات ونبقاو كنسربوا في أخبار اللي كنأكد لكم هذا الشيء دائما في جميع الفيديوهات. كنتمنى نكونوا في المستوى، كنتمنى قناتنا الإعجاب الجميع على حقيقة المواضيع وأي قضية، ماشي باش نتشهروا أو نعجبوا الناس أو يتابعونا الناس ويشاهدونا بخصوص أننا نسربوا لهم معلومات غير صحيحة أو معلومات مزيفة. حنا كما كنتوصلوا بالخبر كنشاركوه معكم، ملي كنلقاو أخطاء وكنرجعوا نعمقوا في البحث في خصوص هذه الأسئلة اللي كتطرح علينا، ملي كنلقاو الأغلاط أو الأخطاء اللي كنعملوا إخواني الأعزاء كنرجعوا نصححوا دائما في فيديو اللي غيكون مور هذا إن شاء الله، كنصححوا في هذاك الأخطاء. هذا الشيء علاش كنطالب دائما المشاهدين ديالنا والمتابعين انكم تبقاو تكملوا الفيديو، عاد تخلوا لي التعليق ديالكم إخواني الأعزاء. هنا باش ما نطولش عليكم إخواني غندخل في التفاصيل. أن هذا القاضي إخواني الأعزاء حسب ما كنا توصلنا به أنه كان مكلف بالقضية ديال حمزة مونبيبي، واللي كان تم الاكتشاف ديال العديد من الأشياء اللي كتورطوا في هذه القضية حسب ما توصلنا به. هنا كانت ضاعت واحد علامات الاستفهام، كتبقى تطرح بزاف ديال الأسئلة، رغم أن كان المغنية عليها واحد الحكم حسب ما توصلنا به، واللي ما تمش الاعتقال ديالها. كانوا بزاف ديال الاسباب اللي كتطرح علاش ما تمش الاعتقال ديالها، وعلاش ما كما كتطرحوا نتوما هاد الاسئله راه حتى حنا كنطرحوا نفس الاسئله باش نوصلوا الاجوبه ديالهم، واللي كنوصلوا ليها كنشاركوها مع المشاهدين والمتابعين، واللي ما كنوصلوش ليها كنعتذروا إخواني أعزاء. هنا
غادي نرجع معكم من هذه النقطه. ملي تم الاعتقال ديال هذا المتورط اكتشف بزاف ديال الامور رغم المده الطويله، هو اللي معتقل وهو ساكت ومعترف الا ببعض الاشياء، واللي ما كتورطش المغنيه، كتورط اشخاص اخرين واللي مازال لحد الان مجهولين. هاد الاشخاص هادو اللي كيشتغلوا كما كتعرفوا باسماء مجهوله وارقام مجهوله، حسابات مجهوله، ودائما كيعتمدوا على هاد الطريقه باش يتواصلوا مع كما كنقولوا النفوذ ديالهم او الاشخاص اللي كيبغيو يورطوا في شي قضيه. وكما كتشاهدوا هاد الحمزاوه مازال مستمرين، لان القضيه حتى مع سعيده الصحراويه الان ما كتبشرش بالخير. اخواني اعزاء، اللي هاد الناس هادو داروا هاد السيده هادي بين عينيهم، وكيحاولوا باي طريقه انهم يثبتوا التهم ويورطوا سعيده الصحراويه في هذا الحساب المشؤوم ديال حمزه مومبيبي. حنا غادي نتابعوا هاد التفاصيل وغننتظروا هاد الاستدعاء ديال المغنيه، شنو غادي يكون وراء هاد الاستدعاء وشنو المعلومات اللي غنقدروا نوصلوا ليها اللي تم الاعتراف بها من طرف هذا المسؤول. لان اخواني اعزاء ما نقدرش انني نعرف باش اعترف، لان داكشي كيبقى ديال الامن، داكشي كيبقى ديال السلطات. ماشي غنجيو نكذب على المشاهدين ديالنا ونقول واش قال لهم القاضي واش قال لهم واش قال، ان حنا ما كنكونوش حاضرين داخل داك الجلسات. ديك الجلسات كتكون خاصه باش تكونوا متفاهمين. كذب عليكم الكذاب الا خرج احد الاطراف وعطى تصريحات امام الجميع وعلى المباشر باش نقدروا اننا نوصلوا بزاف ديال الاجوبه. ولكن هاد الاشخاص هادو دائما كما كتشاهدوهم ما كيصرحوش، ما كيشاركوش داكشي مع المشاهدين المتابعين. عندهم جلسات استدعاءات يوميا تقريبا اخواني اعزاء، ازيد من 3 استدعاءات في الاسبوع اللي كيتم الاستدعاء ديال هاد حمزاوه، ولكن ما كيشاركوا حتى شي حاجه. لان هاد الناس هادو راه ولاو ساكنين في المحاكم والكوميساريات، ان هاد الناس هادو بقات الحياه ديالهم من الدار الكوميساريه الكباريات الكوميساريه. شنو الحياه ديال هاد الناس؟ المهم ما علينا، غادي ندخلوا في التفاصيل ديال المحور الثاني، لان غادي نبقى على تواصل معكم. هادشي علاش كنتمنى من الجميع تشغلوا زر الجرس باش ان شاء الله الرحمن الرحيم توصلوا باي حاجه، لان غنتابعوا هاد القضيه ونشوفوا هاد الاستدعاء اش غيكون فيه ونشاركوه معكم في حلقه اخرى. اما بخصوص سيمونه اللي كيتعرض من تهديدات خطيره من طرف هذا الحساب المشؤوم ديال حمزه مومبيبي، بعد ما فجر معلومات واسرار خطيره واوديوات وفيديوهات وتسجيلات اللي كتورط بزاف ديال الاشخاص، واللي اكتشف حتى الافعال اللي كيقوموا بها هاد الحمزاوه والسحر الاسود اللي كيستعملوه العديد من الفنانه وبزاف ديال الاشياء. رغم التواصل ديالو مع سيمونه واللي كانوا كيزاوبوا ويطلبوا باش انه ما يزيدش يشوههم اكثر وانه يطلب اللي بغا غادي يعطيوها ليه، هنا ما نفعتش هذه الخطه كما كنقولوا ديال التدرويش وديال التمسكين ديال هاد حمزاوه. قالوا شنو نستغلوا الطرف الثاني ونديروا الخطه الثانيه اللي كيخدموا بها كما العاده ديالهم، هما التهديدات. ولكن ما غيصوروا حتى شي حاجه من هذا السيد هذا، لان علاش هذا خرج لهم نيشان، ان ما خرج يتكلم حتى وصل للشيء اللي بغا، عاد خرج يتكلم ويواجه هاد حمزاوه. اليوم كيتعرض للتهديدات اللي شاركها في بعض المقاطع من طرف حمزاوه، وماشي تهديد واحد اخواني اعزاء، عديد من الاتصالات اللي كيأكدها اللي كيتعرض لها تقريبا كل ساعه من طرف هذا الحساب المشؤوم ديال حمزه مومبيبي او من طرف هذا حمزاوه. هنا كما كنرجعوا ونأكدوا الكلام اللي كان كيقول السي تحفه اللي كنشكروه على المجهودات ديالو صراحه، واللي كيتواجد اخواني اخواتي الاعزاء في البلد الحبيب المغرب، واللي كيتواجد في مدينه القنيطره، اللي كنوصلوا لهم تحيه من هذا الفيديو، واللي كان كيتوجه عن احد الاشخاص اللي اصدقاء ديالو ما بغيتش انني نسميه، واللي كان هذا السيد هذا حاصروه وكانوا كيحاربوا هذا حمزاوه باش ما يدخلش لارض الوطن، وكيقول لك شكايات وتهام بكل الوسائل بغاو انهم يورطوا. ولكن للاسف الشديد ما صوروا حتى شي حاجه، لان علاش هذا السيد هذا خرج لهم في عودهم، هو الان داخل ارض الوطن وعلى المباشر ديالو، لان بغيت نحط واحد المقطع ديالو اللي كان كيتواجد داخل مدينه القنيطره بالضبط في محطه البوراق. كان غادي يتوجه عند احد اصدقاء ديالو اللي كيتواصل معه، تشاهدوا الفيديو على القناه ديالو. هنا
اخواني الاعزاء، بنأكد واحد الحاجه، هاد حمزاوه راهم دائما كيبغيو يشوهوا السمعه ديال بعض الاشخاص ويورطوهم معهم صحه، لان علاش كيستغلوا الغياب ديالهم او الخروج ديالهم خارج ارض الوطن. ولكن التحفه تبت هذا الشيء للمشاهدين والمتابعين ودخل من ارض الوطن باش يثبت ان داك الشيء كله كذب. اخواني اخواتي الاعزاء، والسلام عليكم ورحمه الله.